واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بجاه من بيته في طيبة حرام، واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد النهاردة، بس لو اول مرة بتشوفوني انا اسمي اسماء. بنعمل روتينات وبنعمل وصفات وبنعمل افكار حلوة جدا لإعادة التدوير. فمن فضلك ما تنسيش تحطي لايك للفيديو لو عجبك، وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات. النهاردة بدأت اليوم بقى كده بالسحور وتحضير السحور، وبعد كده صلاة الفجر، وبعد كده بدأت كده ان انا ارتب الريسبشن شوية عشان كان متبهدل وبنتي كانت مبهدلاه وبتلعب فيه. هنا بقى كنت بحضر الفطار، واول حاجة بدأت بيها ان انا اعمل الكفتة. انا بحضر الكفتة من بدري، وبعد كده بدخلها الفرن قبل الفطار كده او قبل ما ناكلها بحوالي ربع ساعة، لان هي مش بتاخد اكتر من 10 دقايق في الفرن. اول حاجة فرمت البصل وحطيت ملح وفلفل بس، وعجنت اللحمة مع البصل كويس جدا. ممكن تحطوا خضرة لو حابين، يعني ممكن تضيفوا اي حاجة من الحاجات اللي بتضاعف اللحوم، زي البرغل، زي البقسماط، زي الحاجات دي، زي البطاطس. الحاجات دي بتضاعف الكمية بتاعة الكفتة كويس جدا. وكمان لو ضفنا منها بالمعقول مش بتغير طعم اللحمة. مش لازم نضيف كمية كبيرة لان ونداري على طعم اللحمة، لان يعني مش هنستفيد حاجة. لازم برضو قدر المستطاع ان احنا نستفيد بكمية معقولة من البروتين. بس كده انا خلصت تصبيع الكفتة وهشيلها على جنب. واتبقى معايا جزء من اللحمة المفرومة هعصجه على النار، وهنعمل وصفة بيه تانية خلال الفيديو. وهي الفطير باللحمة المفرومة، وبجد وصفة سهلة جدا وبجد سريعة، وهتستفيدوا بأي جلاش عندكم متقطع أو متهربد من غير ما يضايقكم أو أي حاجة. دي كلها كانت بواقي الجلاش اللي كان في الكيس، وبدأت ان انا اقطع الجلاش قطع كده صغيرة. فده احسن جدا من التوريق وان انتي تعملي طبقة طبقة والكلام ده كله. هتشوفوا الطريقة قد ايه سهلة وقد ايه بسيطة، وبتوفر في الوقت وفي المجهود وكمان في المادة الدهنية اللي هتضيفيها عليها. اول حاجة بدأت ان انا اقطع قطع الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بشكل عشوائي خالص من غير يعني اي تنظيم ولا اي حاجة. وكمان كان اوريدي كان في قطع متبهدلة ومتهربدة، فساعدتني ان انا اعمل كده. يلا بقى نحط الخليط المادة الدهنية. اول حاجة حطيت حوالي ربع كوباية من الزيت، عليهم معلقة كبيرة من السمنة البلدي. السمنة البلدي طبعا نوعها لو كويس بيفرق جدا جدا في الطعم. وبحط عليهم كمان شوية من اللبن. ممكن تضيفوا كمان ملح وفلفل على الخليط ده وشوية بيكنج باودر، وتقلبوهم كويس. وبعد كده بتسقوا بيهم الجلاش كله مرة واحدة. وبعد كده حطيت اللحمة المتعصجة، وبعدين طبقة تانية من الجلاش المتقطع، وبعدين حطيت عليهم كمان المادة الدهنية، وهحطها على النار. انا هسويها على النار من فوق. بصوا هتلاقوها شربت المادة الدهنية كده وبتبدأ تحمر من تحت. خلوا النار هادية عليها وراقبوها واحدة واحدة. ده بقى حبيت ان انا اعمل رز بالخضار. ده خضار فروزن جاهز. حطيت بصلة تتشوح على النار، وبعدين حطيت عليها الخضار، بعدين الرز والتوابل بتاعتي كاري وبابريكا وملح وفلفل وكزبرة. وبس كده بزود المية وبسيبه يتشرب وبوطي عليه. ده بقى كان الحلو بتاعنا النهاردة، طريقة جديدة كده شفتها وحبيت ان انا اجربها. اول حاجة فرمت الكنافة في الكبة علشان تكون يعني صغيرة جدا. وبعد كده حطيت عليها سكر وحطيتها على الطاسة زي ما انتوا شايفين كده، مع معلقة كبيرة من السمنة. وبدأت ان انا
اديها لون ذهبي واحدة واحدة. بس اهم حاجة تبقى ايديكوا فيها وبتقلبوا فيها باستمرار علشان ما تتحرقش منكم. اول ما تاخد لون ذهبي حلو كده ببدأ ان انا هشيلها من على النار. وقطعت بقى رولات كده من الجلاش وبدأت ان انا احشيها بالكنافة دي. في رولات عملتها سادة كنافة بس، وفي رولات حطيت فيها سوداني كده مفروم. يعني لو حد مش بيحب المكسرات وممكن تضيفوا بقى اللي انتوا حابينه، زبيب، مكسرات، اي نوع بتحبوه. وبس كده. بدأت بقى ان انا الف الرولات وجبت الصينية دي بعد ما دهنتها بحتة سمنة كده بسيطة، وبدأت ان انا ارص فيها الرولات بتاعة الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بضغطهم كده على بعض وبحاول ان انا اجيبهم على بعض. وبعدين هجيب خليط السمنة مع الزيت او سمنة بس اللي انتوا تفضلوه، وبعدين بحطه على الجلاش من فوق وبسقيه كويس جدا جدا. مهم ان هو يبقى يعني متسقي كويس بالسمنة علشان ياخد وشه ويتحمر كله بشكل كويس. بعد كده بيدخل الفرن، وده بيكون شكله لما بيطلع من الفرن. اتمنى ان انتوا تجربوه، بجد حلو جدا جدا وبجد تجربة حلوة قوي. وزي ما احنا متعودين في كل فيديو ان احنا نقول سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنهاردة السنة اللي هنقول عنها هي سنة الشفع والوتر. ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيوتر بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكان بيقول بعد صلاة التراويح سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. بيطول في تالت واحدة بالشكل اللي انا قلته ده. ودي كانت السنة بتاعتنا للنهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا بيها وتكون في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب ان شاء الله. وده كان فطارنا، رز بالخضار وكفتة وفطير باللحمة المفرومة وسلطة، طبعا دي اساسي. نسيت كمان اقول لكم ان انا حطيت على الجلاش شربات بارد اول ما طالع من الفرن، وبس بسيبه بقى يهدى وبعدين بناكله بعد الفطار. لو مش عايزين تزيدوا في الوزن فكلوا الحلويات قطع صغيرة كده بعد الفطار مباشرة، علشان ما تاكلوش كتير، وكمان في نفس الوقت تكونوا سديتوا حاجتكم من ان انتوا تبقوا عايزين تاكلوا حاجة حلوة. كمان حبيت ان انا اعمل مشروب كده صحي بعد الفطار ومن غير سكر، فحطيت كده تمر يكون منقوع وعليه حليب وعليه سوداني او اي مكسرات بتحبوها. وكمان ضفت عليه معلقتين من الكريم شانتيه وده اختياري. وعشان يفوقنا كده شوية حطيت عليه معلقة من القهوة سريعة الذوبان. وخلطته كويس جدا في الهاند بلندر او الخلاط، وبس كده بيكون جاهز. جربوه بجد حلو جدا جدا جدا، وبألف هنا يا رب. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.